في يوم من الايام كان في فريق شغال في شركه عالميه، الفريق كله شاطر ومحترف، لكن للاسف الشغل كله واقف لحد ما اكتشفوا سر عمره 5000 سنه، السر اللي بنوا بيه الاهرامات. اكيد مش هتصدق، تعالوا نتكلم بصراحه. انتوا فاكرين الاهرامات اتبنت ازاي؟ اتبنت بمثلث سحري، مثلث العمل الجماعي. تعالوا نفهم المثلث ده ايه. الضلع الاول المسانده، لما حد يتعب التاني يشيل عنه، لما حد يحتاج مساعده الكل يجري عليه زي الاسود بيحموا بعض. الضلع التاني التكامل، كل واحد عنده موهبه، كل واحد بيكمل التاني زي البازل اللي بيكمل بعضه وكل قطعه فيه مهمه. الضلع التالت الانجاز، مش بس نشتغل، لا لازم نخلص ونحقق الهدف، زي المباراه لازم نكسبها في وقتها. طب تعالوا نشوف، لو ضلع وقع ايه اللي هيحصل؟ لو المسانده راحت الفريق هيتشتت، الروح هتموت، كل واحد هيشتغل مع نفسه. لو التكامل ضاع الشغل هيبقى ناقص، هنعمل نفس الشغل مرتين، هيتسبب فوضى في قلب المكان. طب لو الانجاز غاب هيبقى تعب على الفاضي واهداف ضايعه واحباط للفريق وفي الشركه. فاكرين الكرسي بتاع زمان ابو 3 رجول؟ لو رجل منهم وقعت بوم، انت وقعت، الشركه وقعت. فلازم المثلث ده لازم يكمل بعضه، مفيش ضلع منهم يقع ولا يكون ناقص ولا يضعف، لانه هيأثر على دلوقتي قول لي مين اقوى فريق اشتغلت معاه وليه هو كان قوي، علشان الكل يستفيد. متنساش اللايك والشير، وسلام.